هذا ويعتبر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي أحد أبرز أعلام القارة الأفريقية في محاربة الفساد، حيث قام الرئيس التنزاني بطرد 10,000 موظف بسبب التزوير. المزيد في سياق هذا العرض. مشاهدينا في هذا الاستعراض السريع عن رئيس تنزانيا المعروف بقاهر الفساد جون بومبي ماغوفولي، والحاصل على الدكتوراه في الكيمياء. بدأ كأستاذ في الثانوية، ثم عمل في شركة صناعية قبل أن يدخل للسياسة. بعد انتخابه في أكتوبر 2015 أقال عدة مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ، في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد. الرئيس التنزاني أوقف الاحتفالات الرسمية في يوم الاستقلال وحولها لمحاربة وباء الكوليرا آنذاك، كما خفض عدد الوزراء من 30 وزيرا في الحكومة إلى 19 وزيرا فقط، وطلب من جميع الوزراء الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، وهدد بإقالة أي وزير لم يكشف عن حسابه أو لم يوقع على تعهد بالنزاهة. منع جميع سفريات المسؤولين بالخارج بغير ترخيص مباشر منه، حيث يرى في نظره أن هؤلاء المسؤولين عليهم أن يهتموا بالمشاكل الداخلية، أما السفراء فعليهم أن يهتموا بها في الخارج. كما منع المسؤولين في الحكومة من السفر في الدرجة الأولى في الطائرات، وأيضا منع اللقاءات والندوات الحكومية التي تقام في الفنادق. في لقاء الكومنولث أرسى 4 من المسؤولين فقط ليمثلوا البلاد، بدلا من 50 كانوا في الكشف جاهزين للسفر. خفض ماغوفولي ميزانية حفل افتتاح البرلمان الجديد من 100,000 دولار إلى 7,000 دولار فقط. حول هذا المبلغ لتكملة نقص المعدات الصحية بالمستشفى الرئيسي بالبلاد. أرسل رئيس الوزراء في تفتيش مفاجئ لميناء دار السلام، واكتشف وجود تجاوزات ضريبية واختلاسات بقيمة 40 مليون دولار من العائدات، فأمر باعتقال رئيس الديوان في تنزانيا مع 5 من كبار مساعديه، وبدأ تحقيق جنائي معهم. ماغوفولي أو قاهر الفساد كما يسميه شعبه أصبح بطلا شعبيا بعدما استطاع محاربة الفاسدين بكل ما امتلكه من أدوات.